سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم جيت نشارك معاكم حلوة بزاف بنينة وبزاف سهلة يحبوها الكبار والصغار، واللي هي مادلين. تابعوني واكتشفوا المقادير. باش نحضروا الوصفة نحتاجوا كاس غير ربع زيت، كاس غير ربع حليب، كاس غير ربع سكر، زوج خميرة تاع الحلوى، ملعقة صغيرة تاع لافاني، وزوج حبات بيض. نبداو نديروا زوج حبات بيض في الغيسيبيون تاعنا، نضيفوا الكاس غير ربع تاع السكر ومعاه لافاني، ونبداو نخلطوا بالباتور حتى نتحصلوا على خليط ابيض، باش نبداو نضيفوا المقادير الباقيين كما راكم تلاحظوا. بعد ما نتحصلوا على هذا اللون الابيض اللي رانا نحوسوا عليه، نبداو نضيفوا في الزيت بالتدريج. ما نضيفوش الكاس كامل، نبداو نضيفوا الزيت بشويه حتى نكملوا الكاس تاعنا، كاس غير ربع زيت كما راكم تلاحظوا، ورانا نستمروا في الخليط. بعد ما كملنا الزيت ضفنا الحليب كاس غير ربع، ايضا نضيفوا بالتدريج حتى نكملوا الكاس تاعنا كما راكم تشوفوا، وصدقوني راح يجيكم خفيف وهشيش بزاف. بعد ما كملنا السوائل نجوزوا للنواشف. هنا استعملت كاس تاع فرينة، درت له زوج خمارة تاع الحلوى كما الكيس الاول، دوك نزيد الكيس الثاني. هنا الفرينة استقامت لي زوج كيسان فقط. هنا عندي فرينة ما تشربش بزاف، غير درت زوج كيسان سي بون. دوكا نتوما على حسب قادرة تستقام لكم حتى زوج كيسان ونصف. دوك تشوفوا القوام اللي راح نتحصلوا عليه. هنا ضفت الكاس الاول ونخلط بالباتور، ومن بعد نزيد ثاني الكاس الثاني ونخلط بالباتور ايضا. هنا ضفت الكاس الثاني تاع الفرينة ونخلطه بالباتور. وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه، ما يكون ثقيل ما يكون خفيف، في المتوسط. والآن جوزو باش نحطوه في القوالب أو في ليمول تاع المادلين. هنا استعملت زوج مغارف، ملعقة الأولى نرفد بها والملعقة الثانية نحط بها. أنا استعملت زوج مغارف من الخليط، ما زادش با بليس كما راكم تشوفوا. وهنا نخبطوا شويه باش نخرج له هذاك الهواء قبل ما ندخلوه للكوشه. وهنايا ضفت لهم كامل ملعقه تاع معجون تاع المشماش، اللي تحب تدير اللي ما تحبش ما تديرش. المعجون اختياري، تحبوا ديروا معجون شوكولا، كل سيده وحسب الذوق تاعها. وهاي النتيجة اللي تحصلنا عليها، صدقوني جبنين وخفيف بزاف. ونسيت ما قلت لكمش حاجة، سخنوا الفرن ب10 دقائق من قبل ويطيب على 180 درجة حتى يحمر ويطيب كامل. نتمنى عجبتكم الوصفة وتعجب ولادكم وأفراد العائلة. نتمنى تجربوها وتخلوا لي جام وتعليق، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.